يا ترى فيلم أوسكار حلو والّا السلام عليكم وأهلًا بيكم في حلقة جديدة، هنتكلم عن فيلم أوسكار بعد ما دخلنا الفيلم بشكل عام عجبني جدًا، فيلم حلو، فيلم عائلي بامتياز، ما فيهوش أي ألفاظ، فيلم عائلي تاخد الأسرة كلها بالأطفال بكله يتفرجوا على الفيلم، هيبقى فيلم مميز جدًا وفيلم حلو، فيه كائنات، يعني فيلم جميل جدًا، رجّعنا لأفلام زمان، ففيلم جميل جدًا. هنتكلم طبعًا على الفيلم بطولة مين وإخراج مين وكده في الأول. عندنا طبعًا الفيلم إخراج طبعًا هشام الرشيدي، وطبعًا تأليف حامد الشراب وكريم هشام، طبعًا بطولة أحمد صلاح حسني، هنادي مهنا، محمد ثروت، مي القاضي، عزت زين، محمود عبد المغني. كده في البداية طبعًا الفيلم الجرافيكس بتاعته شركة طبعًا هي اللي عاملة Trend VFX، هي اللي كانت قايمة بكل الجرافيكس بتاعة الفيلم، وهي اللي منتجة الفيلم. الفيلم بشكل عام كويس جدًا، الجرافيكس بتاعته كويسة جدًا إلى حدٍ ما، ما وصلتش طبعًا للواو أقصى حاجة، بس إلى حدٍ ما كويسة جدًا. كان في طبعًا بعض المشاهد، يعني هاتكلم بحرق طبعًا شوية. المشاهد طبعًا كانت مشهد الكائن اللي هي تنانين، كان في طبعًا 3 كائنات، في منظمة طبعًا أمريكية، وما قالوش طبعًا هي منظمة إيه، بس تقريبًا أمريكية مثلًا، طبعًا بتخلّق كائنات هندسة وراثية، وطبعًا الجينات والDNA، تعدِّل الجينات بتاعتها والDNA. فطبعًا الماموس ده كائن منقرض هو والديناصور، والتنانين أصلًا ده كائن خرافي مش موجود أصلًا. فطبعًا كانوا بيخلّقوا الكائنات ديّة وعايزين يرجّعوها تاني، وطبعًا بيتحكموا في الجينات بتاعتها. ففي طيارة طبعًا في البداية وقعت، الطيارة دي حصل لها هجوم واختلّت، يعني حصل فيها مشاكل الطيارة دي. وطبعًا الكائنات اللي كانت موجودة على الطيارة دي، كانت الطيارة دي طايرة فوق مصر، فوق الأهرامات، والطيارة دي طبعًا نزّلت الحاجات فيها، حاجات نزلت في حاجات نزلت في مصر، وحاجات نزلت في البحر المتوسط على حدود ليبيا، وحاجات نزلت في الصحرا الغربية على حدود ليبيا طبعًا تقريبًا شمال ليبيا. فطبعًا الكائنات دي نزلت، فنزل طبعًا الماموس، كان موجود طبعًا في الصندوق الاختبار بتاعه، أنبوبة الاختبار بتاعته، ونزل طبعًا الديناصور. الديناصور نزل في البحر المتوسط، وديناصور كمان طلع ديناصور مائي، ما اعرفش هو أصلًا كان ديناصور مائي والّا هو اتكيف أصلًا ما نزل في البحر المتوسط. وطبعًا الكائن التالت كان التنانين اللي كانت على حدود ليبيا، في منظمة طبعًا كانت بتبحث إن هي عايزة ترجعهم. وطبعًا مصر طبعًا بدورها في طبعًا دور جهة سيادية تقريبًا، دي يعني ما حددوش هي إيه، بس تقريبًا قول مخابرات مثلًا، دي جهة المخابرات، هنقول مثلًا دي جهة المخابرات. وطبعًا في مجموعة طبعًا منظمة اسمها أركبان، هي اللي طبعًا بتعمل رعاية الحيوانات يعني مهتمية برعاية الحيوانات ودراسة الحيوانات والتحاليل وكل حاجة. فطبعًا دي شبيهة بنفس المنظمة اللي كانت في جوراسيك بارك، اللي كانت قبل كده، طبعًا نفس الشكل ونفس الأداء. والمنظمة دي كانت حاطينها في العاصمة الإدارية، طبعًا graphics وضابطين الدنيا VFX وضبّاطين الدنيا، فكانت شكلها كويس جدًا، كانت في العاصمة الإدارية. وطبعًا بقى الكائنات ديّة، الماموس اللي نزل ده اكتشفه طبعًا الجهة المصرية، اكتشفته وأخدته وودته حديقة حيوان، بعد كده ودته لمنظمة أركبان. فطبعًا حصل له طبعًا الجهة الأمريكية اللي هي صاحبة الكائنات دي عايزة ترجّعهم تاني، أو عايزة تاخد عينة من الDNA بتاعهم عشان تعمل كائنات تانية. فبتحصل بقى حاجات ومطاردات وحاجات وأكشن وكده. طبعًا بنتكلم على دور البطولة نجم أحمد صلاح حسني، اللي هو كان قايم بضابط عمليات خاصة، هو طبعًا فرد أمن، بس طبعًا هو من شكله كده والتدريبات بتاعته ضابط عمليات خاصة، 3 ساعات ده تقريبًا والّا 3 سبعات، فحاجة قوية جدًا، وحش ما فيش حد لا يُقهر. الأكشن بتاعه كله بيتضرب ما عدا هو يعني. فهو كان عامل أدوار أكشن، هو بيأمِّن الماموس اللي هو الفيل المشعر قرايب محمد ثروت، فيعني هو كان بيأمِّنه. وطبعًا طول الفيلم فيه مطاردات وأحداث وضرب وكده، الأكشن هو كان قايم بدور الأكشن كله، ودوره كان مميز جدًا في الأكشن، ودوره كان بسيط وجميل. وطبعًا الأكشن طبعًا يعني إيه، أكشن كويس، بس في حاجات يعني إيه أفورة جامد، اللي هو بيضرب ما يعني ما اتأثّرش خالص. آخر مشهد ده ضرب كل الناس، بعد كده اتأثّر بقى لمّا واجه القائد بتاعهم، اللي هو برضه القائد بتاعهم يعني كان دوره بصراحة تقريبًا ممثل أجنبي أو حاجة. هو كان دوره يعني اللي مختار الcasting المخرج هشام الرشيدي، كان جايب casting كويس جدًا، لايق جدًا
احمد صلاح حسني عمل دور كويس جدا، تمثيله كويس. طبعا الدور ما كانش يعني ايه، تمثيل ما فيهوش جامد قوي، بس الاكشن عامل كويس جدا. الممثل اللي كان جايبه اللي هي بتاع المنظمة الأمريكية دي كان برضو عامل شكل كويس جدا. طبعا دكتورة اللي هي هنادي مهنا كان اسمها أروى أركوبان. فدي كانت الدكتورة بتاعة المنظمة رعاية الحيوانات اللي كانت قايمة بقى بدور الرعاية والتحاليل والحاجات دي. الاستاتيكس عملته برضو دور كويس، وكان في علاقة ما بينها وبين طبعا أحمد صلاح حسني اللي هو طبعا اسمه آدم، الفرد الأمن اللي بيأمن الفيل. فكان يعني دوره كويس، كان في علاقة بتربطهم الاتنين، اللي هما الاتنين كان الأول مش طايقين بعض، بعد كده استلطفوا بعض، ويعني إيه كان في شبه حب كده مثلا. فيعني إيه دي كانت في علاقة. طبعا الدكتور التالت بقى إيه، دكتور محمد ثروت اللي هو طبعا كان اسمه سعد الشربيني. كان طبعا ده قايم بقى ده إيه، ده ماسك خط الكوميديا، كان ماسك بقى خط الكوميديا في الفيلم كله. الكوميديا بتاعته كويسة، بس كانت فيه مشاهد أفورة، والضحكة بتاعته مأفورة، بس كان برضو إيه عامل جزء كده فن كوميديا كويسة جدا، ودور كويس جدا. وطبعا دور الطفلة مع الفيل برضو كان يعني اختيار الطفلة كان مميز. طفلة يعني كويسة جدا، تمثيلها كويس، عملت دور كويس جدا مع الماموس. وطبعا عندنا طبعا محمود عبد المغني اللي هو كان بقى رئيس المخابرات، هنقول مثلا ده جهاز المخابرات. كان رئيس المخابرات ده كان عامل دور مميز جدا في الفيلم. وطبعا في آخر الفيلم ما كلموه كان في صراع طبعا بين كائنين الديناصور والماموس. بعد ما الحوار ده اتحل والديناصور مات والماموس بقى يعني ايه على قيد الحياة، مكالمة جات له من شركة عقارات ريل ستيت بتقول له يا فندم معانا وحدة مش عارف ايه. فيعني كان بيتكلم معاه بقى، ده كان مشهد كوميديا شوية. يعني لو في واحد مكانه اصلا كان زمانه سب للي ماسك للمكالمه دي خالص، الكول سنتر ده كان سبله. فيعني حاجه الفيلم بشكل عام كويس جدا جميل. وطبعا مي القاضي هي اللي كانت ام البنت، ام الطفله اللي كانت بتلعب مع الماموس. طبعا الطفله دي طلعت بنت. طبعا اكتشفنا في طبعا كل ده في بدايه الفيلم، شفنا اللي هي البنت ديت كانت بنت طبعا آدم الحارس اللي هو أحمد صلاح حسني. وأحمد صلاح حسني طبعا كان متجوز مي القاضي وانفصلوا، ودي بنته طبعا. فده يعني بشكل عام في الفيلم. وطبعا الفيلم ده أول فيلم خيال علمي ساينس فيكشن يتعمل في مصر، فالفيلم تجربة كويسة طبعا. ويعني شركة ترند في اف اكس زي ما قلت عاملة جرافيكس كويسة، بس بعض المشاهد ما كانش يعني ايه، كانت تحس اللي هي طالعة من لعبة جيمز بلاي ستيشن. المشهد اللي هو كان في الصحراء الغربية الكائنات التنانين دي حاسسها فيك، ما صدقتهاش قوي. والناس اللي كانت بتضرب نار والحاجات دي فحسيته فيك قوي. هو طبعا تمثيل وحاجات، بس يعني ايه لازم تبقى وحكاوي عن كائنات منقرضة مش موجودة أصلا، بس يعني كان ممكن تحط تاتش تحس إن هي واقعية أكتر، رياليتي أكتر شوية. زي مثلا أفلام جوراسيك بارك، ساعات برضو أفلام جوراسيك بارك سلسلة ساعات بتلاقي فيه مشاهد بس أغلبها تحس فيه واقعية شوية. فيعني كانت بعض المشاهد طبعا الماموس، بعض المشاهد برضو هو لونه غريب تحس وشكله كده طالع من فيلم ايس ايدج، مش واقعي قوي. طبعا جت لقطة هو طبعا كان بينمو في الحجم، طبعا هرمون الجروس هرمون الجي اتش كان عنده بيكبر كل شوية بيعلى، فانما في الحجم بشكل رهيب. فانما الحتة ديت ما جاتش اصلا في الفيلم، طلع فجأة كده لان الماموس بقى عملاق قوي. وطبعا هرب وكسر الدنيا عشان يلحق طبعا اللي هي كانت صاحبته اللي هي الطفلة طبعا كانت مصاحبة الماموس. في طبعا بالشكل ده اتعرفت على الماموس ازاي، موقف كده مش عايز احرقه برضه، مش عايز احرق لكم الفيلم كله. فيعني كانت في لقطات كانت يعني مونتاج قطعها او هي ما جاتش اصلا، كانت لازم تتظبط. طبعا النهاية بتاعت الفيلم كانت ممكن تتظبط شوية، تظبط بعض الحاجات. طبعا استعانوا القوات المسلحة دخلت طبعا، والطيران قوات الدفاع الجوي دخلت طبعا بالطيران المقاتلات. في الآخر هي اللي اتصرفت وقتلت الديناصور والماموس. يعني كان ممكن طبعا من نهاية الفيلم يجيبوا الماموس، يعني هما جابوا فيل مش ماموس خالص في نهاية الفيلم مع محمد ثروت. فكانت ممكن تظبطوا الدنيا. طبعا محمد ثروت دور كوميديا بس أفور في بعض الأحيان. فبشكل عام الفيلم عائلي وفيلم كويس جدا وجميل جدا، وتقييمي ليه العام اديله 6.5 من 10. طبعا كانوا مصورين طبعا حاطين بقى ايه مشاهد مصورين، وحطوا طبعا في
في الجرافيكس اضافوا بقى، عملوا كومبوستنج وسي جي اي على كائنات طبعا في شارع عماد الدين في وسط البلد، وقصر النيل اللي طلع منه الديناصور طبعا طلع في اسكندرية الأول وهاجم ناس وقتل ناس، وبعد كده طلع في نهاية الفيلم طلع من النيل طلع على كوبري قصر النيل وراح طبعا الماموس، كان في شارع في وسط البلد قبله في عماد الدين، وطبعا الشارع ده كله سينمات وقاعات سينما، فكان شكله كويس واتعمل كويس. وطبعا الديناصور برضو كانت في مشاهد معمولة كويس، وفي مشاهد تحس اللي هو فيك قوي، يعني كان ممكن تتحسن شوية، تعمله واقعي أكتر في الجرافيكس. في حاجات ظبطت وحاجات ما ظبطتش، بس تجربة كويسة بشكل عام، تجربة بداية كويسة للأفلام المصرية تعمل حاجات شبيهة لأوروبا وأمريكا، طبعا زي سلسلة جودزيلا، كينج كونج، طبعا جوراسيك بارك. هي الفيلم ده كوكتيل من الأفلام الأجنبية كلها الأمريكية، فاتعمل كويس جدا بنسبة كبيرة، واديته تقييم كويس 6.5، تقييم عالي برضو. فيلم كويس وفيلم عائلي، وعايز تتفرج على الفيلم ده ادخله طبعا، ارشحهولك، حاجة كويسة جدا. مشاهد طبعا الأكشن بتاعت أحمد صلاح حسني طبعا هو عملها كويس جدا، أكشن طبعا مفهوش جديد قوي، بس طبعا في آخر الفيلم مشاهد هو حسيته يعني كان لازم يعني إيه، هو اتأثر يعني، كان بيضرب كله ما بيتضربش خالص، بعد كده اتضرب من الراجل القائد بتاعهم برضو شديد، وموقف انتهى اللي هو اتخلص منه سحب المسدس وضربه بيه. ومشهد طبعا المطاردات اللي كان بالعربية بتاعته، وطبعا الماموس طبعا ظهر على المحور، وظهر بقى اللي هو ماشي طبعا في وسط البلد وفي مطاردات وكان حاجات كتيرة، ودخل وسط البلد، فيعني كانت مشاهد قوية جدا. والفيلم بشكل عام فيلم كويس، بس كان ممكن تنقصه يعني الفكرة، كانت محتاجة تحسين. القصة مفيش قصة في الفيلم، كان محتاجين لازم يعملوا قصة، بس هي أصلا أفلام بره، حاجات الأفلام اللي بيبقى فيها وحوش وكائنات منقرضة أو كائنات خارقة بتبقى برضو القصة مش قوية قوي، فالقصة كانت برضو إيه مش جامدة قوي، بس بشكل عام فيلم كويس، فيلم حلو. بمناسبة طبعا فيلم أوسكار والمشهد الصراع ما بين الديناصور والماموس اللي كان في الآخر، واتدخل طبعا القوات المسلحة والدفاع الجوي والطيران، المقاتلات اللي ضربت الديناصور، المشاهد دي احنا لو مثلا تخيلنا ان في كائنات او خطر بيهدد البشر في مصر مثلا او في اي حتة في العالم، فالوضع هيبقى ازاي؟ تحديدا نقول في مصر، فهيبقى في تدخل الجيش مثلا، وهل هيتعاملوا بالاسلحة بتاعتهم التقليدية ولا في اسلحة تانية مختلفة؟ فكل ده انا بقول لك يعني ايه، ده من وحي خيالي. تخيل معايا مثلا، انا اعتقد من وجهة نظري اصلا منظمات الحيوانات وفي كائنات غريبة، اعتقد ان في منظمات بره مصر في امريكا في للكائنات الغريبة والكائنات يعني الخارقة، أعتقد في مؤسسة كده، في مؤسسات وفي حاجات أصلا للظواهر طبيعية وحاجات كتيرة، حاجات ما نعرفش عنها ولا نسمع عنها. أكيد في منظمات، من وجهة نظري أعتقد إن في حاجات ومنظمات كتيرة في أمريكا والعالم طبعا للكائنات والحاجات المختلفة وحاجات ما نسمعش عنها خالص. فيعني هنتعامل بقوات والطيران زي اللي شفناه في الفيلم، والدفاع الجوي والطيارات المقاتلات. وطبعا شفنا طبعا في مؤتمر السلام الأخير اللي طبعا ألف مبروك لفلسطين، وقف النار. وطبعا يعني شفنا ترامب طبعا في الموقف بتاعه، رئيس أمريكا جاي طبعا وسط مقاتلات كتيرة جدا وتأمينات، طبعا رئيس أمريكا أكبر دولة في العالم، فشوفنا طبعا المقاتلات دي أصلا مقاتلات مصرية، بس أصلا اللي مصنعاها أمريكا، بس مصر طبعا هي اللي كانت بتأمنه استقبلته في طبعا في الغلاف الجوي طبعا، ودخلت بيه كان 3 طيارات، كان في موكب أصلا طيران يعني زي الموكب انت بتشوفه في الأرض، شفنا طبعا الموكب بتاعه، والعربيات الكاديلاك اللي متأمنة تأمين غير عادي، هو جاي بيها أصلا من أمريكا في طيارات كمان. فيعني شفنا كمان الموكب بتاعه الطيران والطيارات المقاتلات بتاعته، فشوفنا حاجات كتيرة. طبعا ألف مبروك لفلسطين، وألف مبروك للعرب كلهم كمان، وألف مبروك للمنتخبات اللي اتأهلت كأس العالم. طبعا مهرجان الجونة هيبتدي كمان يوم الخميس، هيمتد لمدة أسبوع. فمن وجهة نظري ده يعني بقول لك رأيي، لو مثلا تخيل معايا قول لنا رأيك في الكومنتات، لو حصل حاجة زي كده كائنات مثلا أو خطر أيا كان، هيبقى الخطر عبارة عن إيه؟ هل في أسلحة مخصصة لأنواع زي دي حد عاملها مثلا، حاجات غريبة مثلا أو كائنات أو فيروسات مثلا أو أي شكل؟ فاكتب لنا في الكومنتات رأيك إيه،
لو تخيلت معايا مثلا حاجات زي دي مثلا هيبقى عندنا ايه الوضع؟ اكتب لها في الكومنتات وبس. فلو عجبتكم الحلقه ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد. تابعنا على السوشيال ميديا، اللينكات في الديسكربشن، واشوفكم في حلقه جديده. سلام.